راجل واقع على الأرض ومرعوب من الخوف، والشرطة واقفة حواليه بتحاول تقبض عليه بعد ما حاول يسرق بنك. الرعب اللي كان على وش براين ما كانش بسبب السرقة اللي هو ارتكبها، الرعب كان بسبب طوق معدني مقفول بقفل ملفوف حوالين رقبته، وهو مرمي على الأرض بيصرخ وبيقول الحقوني شيلوها من عليا بسرعة. بس قبل ما يكمل كلمته كانت القنبلة انفجرت. أيوة زي ما سمعت، دي القصة اللي هزت الإعلام الأمريكي في 2003 واللي حصلت في ولاية بنسلفانيا في أمريكا، عن عامل دليفري بسيط اسمه براين ويلز، واللي قصته كلها بدأت من مشوار توصيل بيتزا. أوردر واحد كان سبب في نهاية حياته بطريقة أغرب من الخيال. خليكم معايا. براين ويلز كان راجل بسيط عمره 46 سنة، شغال عامل دليفري في مطعم توصيل بيتزا. ويوم 28 أغسطس 2003 كانت بداية القصة. المطعم جاله أوردر طبيعي زي كل يوم، لكن العنوان كان بعيد شوية في بيت مهجور. بس عادي، براين خد الأوردر وراح يوصله، وما كانش يعرف إن ده آخر أوردر هيوصله في حياته. لما وصل خبط على الباب والباب فتح، وطلع مجموعة من الملثمين ضربوه وكتفوه وخدوه على جوه، وجابوا طوق معدني شكله غريب مليان أسلاك ودواير كهربية ولفوه حوالين رقبته واتقفل بقفل. وبعدين قالوا له اللي في رقبتك ده قنبلة، انت هتنفذ كل اللي هنقولك عليه في خلال ساعة واحدة بس من دلوقتي. مفتاح الطوق ده معانا احنا بس، وأي محاولة منك أو من الشرطة أو من أي حد إنه يفك الطوق القنبلة هتنفجر. ادوله ورقة فيها التعليمات وموبايل ومسدس، واتقال له أول خطوة هتعملها هتروح بنك PNC والمسدس ده في إيدك، وتهددهم بيه وبالقنبلة اللي في رقبتك إنك عايز $4 مليون. انت متشاف من خلالنا، وأي محاولة منك إنك ما تنفذش التعليمات اللي هنقولك عليها القنبلة هتنفجر قبل ميعادها. الكلام كان بيتقال لبراين، وعداد القنبلة كان شغال في ودنه، وفهم إنه مفيش مفر غير التنفيذ. خرج براين والعداد اوريدي بدأ، وقدامه ساعة واحدة بس. حرفياً كان سامع صوت العداد وكأنه بيعد آخر اللحظات اللي باقياله في حياته، ولازم يبدأ ينفذ بسرعة. والخطوة الأولى هي البنك. براين ركن عربيته واتجه للبنك ودخل وهو متردد، ومحدش بص ولا التفت للطوق الغريب، لأن ببساطة هي دي أمريكا. دخل وراح لشباك الصرافة، ومن غير ما يطلع المسدس اداهم الورقة اللي فيها التعليمات إنه معاه قنبلة وعايز $4 مليون دلوقتي، يا إما كل الناس اللي في البنك هتموت. ولسوء الحظ المبلغ ده ما كانش متوفر في الفرع أصلاً. الموظفة بعد ما وشها اتجمد من الصدمة بلغته إن كل اللي موجود في الفرع هم حوالي $8000 بس، وفي آخر محاولة بائسة منه طلب منها تديهم له، وده اللي عملته الموظفة بكل هدوء. وبيخرج من البنك وبيقرر إنه يسرق عربية نص نقل بعد ما بيهدد السواق بتاعها، وده اللي العصابة كانت قايلهوله في ورقة التعليمات. هيلاقي فيها صندوق جواه مفتاح القنبلة دي، هيسيب هناك الفلوس دي وياخد المفتاح ويمشي. لكن الشرطة بتتحرك ورا براين بعد ما البنك بلغهم باللي حصل، وفضلوا ينادوا عليه ويطلبوا منه إنه يقف ويسلم نفسه، لكنه بيكمل سواقة وبيصرخ ويقول لهم إن معاه قنبلة وإنه لو وقف هينفجر. طبعا الشرطة ما بتسمعش كلامه، وبيقرروا يفضلوا يطاردوه بعربية الشرطة لحد ما الكاوتش بتاع العربية اللي هو سايقها يتقطع وكانت العربية هتتقلب بيه، فيقرر يقف ويرمي سلاحه ويستسلم وهم يكلبشوه، عشان يقول لهم براين إنه مخطوف وإن حوالين رقبته قنبلة هتنفجر فيهم كلهم لو ما سابوهوش يكمل طريقه. الشرطة وقفت في حالة تردد، هل القنبلة حقيقية ولا هو بيدعي زي بقية المجرمين اللي بيعملوا محاولة للهروب ويقولوا إنه معاهم متفجرات؟ لكن صوت الجهاز كان واضح، فقرروا يبعدوا شوية عن المكان ويقرروا يراقبوه من بعيد وهم موجهين أسلحتهم ناحيته، وفي نفس الوقت كانوا بيطلبوا خبراء مفرقعات عشان يجوا يحلوا الأزمة دي. كل ده بيحصل قدام عين براين، والعداد عمال يصفر في ودنه وهو قاعد على الأرض مصدوم ومش فاهم. بالفعل وصلت عربية الخبير اللي هيفك أسر براين، ووشه اتحول من الخوف والهلع لنظرات الأمل. لكن دي كانت آخر حاجة يشوفها براين، عشان تنفجر القنبلة بشكل مأساوي وتفصل رقبته عن جسمه، وسط فزع وذهول من كل اللي حواليه. وأفراد الشرطة واقفين قدام جريمة مش بس غريبة لكن مرعبة بشكل ما يتصدقش. المكان اتحاصر والإعلام بدأ يوصل، وصورة براين المربوط بقنبلة حوالين رقبته بقت على كل شاشات أمريكا. الشرطة بدأت تحقق في القضية وتربط الخيوط. أول خطوة كان العنوان اللي اتساب في مطعم البيتزا وقت الأوردر. الضباط راحوا هناك، لكن المفاجأة البيت طلع مهجور، مفيش سكان، مفيش عفش، مجرد حيطان فاضية
والعصابة استغلت المكان كفخ عشان تستدرج براين. بعدها بدأوا بالورق اللي كان في جيب براين، من ضمن التعليمات مكتوب روح المكان الفلاني هتلاقي صندوق جواه مفتاح القنبلة. الشرطة تبعت فريق للموقع اللي مكتوب، لكن لما وصلوا ما لقوش فيه أي صناديق ولا مفاتيح ولا حاجة تفك اللغز، كأن حد بيلعب بيهم أو حد سابقهم بخطوة. وبعد شوية وقت كانت القضية خلاص هتتقفل وتتأيد ضد مجهول، لحد ما بيجي للشرطة مكالمة من راجل عجوز اسمه بيل روستون، واللي بيطلب منهم يجولوا لأن عنده جثة في البيت عايز يتخلص منها، عشان يروحوا وبالفعل يلاقوا الجثة. ولما بيسألوه دي جثة مين، بيقول لهم إن دي جثة واحد اسمه جيمس رودن، وإنه الإكس بتاع واحدة جارته اسمها مارجري، وإنها قتلته عشان كان بيخونها، وطلبت منه يساعدها في التخلص من الجثة مقابل $1600. لكنه شرب وسكر ومعرفش يعمل إيه غير إنه يتصل بالشرطة ويبلغ. وفي الآخر رمالهم طعم كده وقال لهم وعلى فكرة ده ملوش أي علاقة بالراجل بتاع البيتزا اللي سرق البنك. وهنا الشرطة استجوبته أكتر عشان يعترف مارجري هي اللي دبرت عملية رجل البيتزا من أولها، وإنها طلبت من العجوز يعمل لها طوق القنبلة عشان يتقبض على مارجري اللي بتعترف إنها مريضة نفسياً، وإنها اتقبض عليها أكتر من مرة قبل كده في تهم مختلفة، وكانت بتطلع بسبب إنها عندها مرض نفسي، واللي بتعترف بقتل حبيبها لكن لأنها كانت بتدافع عن نفسها عشان هو كان عايز يعتدي عليها، عشان يظهر بعدها حد تاني يقلب موازين القضية، وهو تاجر مخدرات اسمه كينيث بارنز. وبعد الضغط عليه في قضية مخدرات بعيدة خالص عن قضية رجل البيتزا، يقرر إنه يعترف إن مارجري هي فعلاً العقل المدبر في قضية رجل البيتزا، وإن بيل الراجل العجوز هو اللي ساعدها في تصميم القنبلة لأنه كان شاطر في الهندسة، وإن ده كان جزء من خطة أكبر كانت بتخططها مارجري علشان يجيبوا فلوس أسرع، وإنها لما قتلت حبيبها ما قتلتوش عشان بتدافع عن نفسها، لكن عشان هو كشف تخطيطهم لسرقة البنك فقرروا يتخلصوا منه بكل سهولة عشان القضية ترجع تتفتح تاني ويرجعوا يقبضوا على بيل الراجل العجوز. لكن القدر بيسبقهم وبيكون مات بالسرطان، فبيرجعوا يحققوا مع مارجري اللي اعترفت فعلا بالكلام ده، ولكنها قالت في النهاية اعتراف أخطر بكتير: مش أنا العقل المدبر للعملية دي، ولكنه براين ويلز عامل الدليفري نفسه، هو اللي فكر في العملية وبعتها للعجوز عشان يصمم القنبلة، وكل ده مقابل $2600. لكن كان الاتفاق إن القنبلة ما تكونش حقيقية وتكون شكل بس وفيها عداد بيصفر، عشان يقدر يهدد بيها موظفين البنك وياخدها حجة ويهرب من الشرطة، وما كانش متصور أبداً إنها تكون قنبلة حقيقية وتنفجر. واللي حصل إن مارجري وهي بتتفق مع العجوز على تصميم القنبلة قرروا إن القنبلة تكون حقيقية من غير ما براين يعرف، عشان بعد ما يسلم الفلوس يفجروه بجد، وبكده الفلوس تتقسم على عدد أقل. التحقيقات استمرت سنين عشان كل شوية يظهر خيط جديد يغير مجرى القضية، لكن لحد دلوقتي لسه في سؤال واحد ملهوش أي إجابة: هل براين ويلز كان شريك معاهم ولا ضحية؟ الحقيقة إن التحقيقات النهائية قالت إن براين ما كانش هو العقل المدبر للعملية، ولكنها كانت مارجري، والإف بي آي قالوا إنه كان شريك في الخطة، وإن العصابة استغلت جهله واستدرجته، وهو وافق يساعد في السطو لأنه افتكر إن القنبلة مزيفة ومجرد وسيلة تهويش. لكن الحقيقة اللي ظهرت بعد كده إن القنبلة كانت حقيقية ومعقدة جداً، لدرجة تخلي خبراء المتفجرات يقولوا عنها إنها مصممة بذكاء شيطاني. طبعاً صحاب براين وعيلته رفضوا تماماً يصدقوا إنه كان مجرم، وقالوا إن براين كان إنسان بسيط وعمره ما كان هيخطط لحاجة زي كده. لكن في المقابل تسجيلات الكاميرات اللي في البنك والرسائل اللي كانت متساباله زودت الشكوك حواليه أكتر. أما أفراد العصابة فكل واحد فيهم كانت نهايته مختلفة، لكنهم يستحقوها بصراحة. من بيل العجوز العبقري اللي عمره ما اتقبض عليه قبل كده في أي تهمة رسمية، مات فجأة بالسرطان قبل ما يقف قدام المحكمة، وكأنه خد سره معاه للقبر. مارجري العقل المدبر اللي الشرطة وصفتها بإنها أخطر امرأة في بنسلفانيا، كانت رهيبة في إنها تتلاعب بالناس لدرجة إنها أقنعت المحكمة كذا مرة إنها بريئة من قضايا تانية، لكن المرة دي كل الأدلة كانت ضدها. حكم عليها بالسجن مدى الحياة من غير أي فرصة للإفراج، لكنها برضو ماتت جوه السجن بالسرطان في 2017. أما كينيث بارنز اللي كان تاجر مخدرات وكان شريك بشكل ما في العملية، اتحكم عليه بالسجن 45 سنة عشان تتقفل القضية اللي بقت واحدة من أغرب وأعقد الجرائم في تاريخ أمريكا. جريمة بدأت بتوصيلة بيتزا وانتهت بانفجار قدام الشرطة، وكل شخص فيها من براين لمارجري لكينيث لبيل كان ليه دور في مسرحية مليانة طمع وخداع. لكن السؤال اللي لسه ملوش إجابة: براين ويلز كان مجرم خبيث
ولا ضحية تعيسة اتسحبت في مؤامرة أكبر منها؟ لو بتحب النوع ده من القصص فاتفرج على الفيديو ده، وطبعا هتلاقي مصادر القصة دي في أول كومنت. أشوفكم الحلقة الجاية وخليكم واعيين.